متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. رغم ارتدائه لقميص المنتخب الفرنسي عوضا عن قميص منتخب بلاد الآباء والأجداد الجزائر، إلا أنه استطاع أن يأسر قلوب الجزائريين واكتسب شعبية جارفة بين كافة مكونات الشعب هناك. إنه أسطورة كرة القدم العالمية ومدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان. هذا الاستثناء الذي جعل النجم الفرنسي ينال تلك المكانة الفريدة بين جموع الشعب الجزائري، على عكس نجوم كثر اختاروا أيضا اللعب لفرنسا بدلا من منتخب أصولهم الجزائر، لم يأتي من فراغ، بل هناك عدة أسباب سنذكرها في هذا الفيديو، منها مواقف رائعة سنذكرها أولا، ثم نختم بحلمه بتدريب الجزائر ورسالته إلى منتخب محاربي الصحراء المشارك بأمم أفريقيا بمصر، حيث سنعرض 9 أسباب أسكنت زيدان في قلوب الجزائريين رغم تمثيله فرنسا، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. تبرئة زيدان من قضية تمثيل المنتخب الفرنسي. على الصعيد الدولي حمل زيدان شعار المنتخب الفرنسي، لكنه لم يواجه نفس عبارات اللوم التي وجهت لغيره من ذوي الأصول الجزائرية ممن انتهجوا نفس الخطوة، والسبب هي الملابسات التي صاحبت تلك القضية. فزيدان لم يرفض الجزائر، بل إن الاتحاد الجزائري هو الذي لم يهتم في بداية التسعينيات بدعوة اللاعب أثناء تواجده مع نادي كان الفرنسي، وتردد كثيرا أن المدرب الجزائري الراحل عبد الحميد كرمالي رفض ضم زيزو إلى منتخب محاربي الصحراء عندما عرض عليه بعد ذلك بحجة أنه غير سريع ولا يتناسب مع خططه. كما أثير أيضا في تقارير أخرى أن الاتحاد الجزائري لم يكن مهيكلا بالشكل الذي يسمح له بضم أفضل اللاعبين المغتربين، وسواء كان السبب هذا أو ذاك أو كلاهما معا، فيمكن القول في النهاية أن زيزو لا يتحمل مسؤولية عدم اللعب للجزائر، وبالتالي تمت تبرئته من قبل الجزائريين في هذه المسألة. كلام زيدان عن والده راعي الغنم. ينتسب زيدان لوالده إسماعيل الذي عمل كراعي غنم في صباح، وبسبب الفقر الشديد هاجر الوالد إلى مارسيليا مغادرا قرية أقمون بولاية بجاية الجزائرية بحثا عن حياة أفضل، وهو ما لم ينساه زيزو أبدا، فهو لا يفوت أي فرصة يتحدث فيها عن طفولته ونشأته إلا وتطرق خلالها إلى أصوله، ودائما ما يتحدث حول جذوره الجزائرية ومعرفته بقرى الجزائر العميقة. علاوة على ذلك فهو لم يتردد أبدا في عديد المناسبات أن يصرح بشكل علني بأنه لم ينسى من أين جاء والده، حيث سبق وأن صرح قائلا: أبي كان يرعى الغنم في المرتفعات القبائلية بالجزائر وأنا أفتخر به. وكان كل هذا كافيا لرفع قيمة زيزو وتعزيز مكانته في قلوب الشعب الجزائري. نطحة ماتيرازي هي واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل في عالم الساحرة المستديرة. للوهلة الأولى لم يكن الأمر مبررا، لكن بعد معرفة السبب وحقيقة شتم الإيطالي لزيزو بأمه وشقيقته اكتسب الفرنسي تعاطف الكثيرين، وكانت هذه اللقطة أحد أهم المنعرجات في قصته مع الجزائريين، حيث رأى بعض المحللين النفسانيين الذين تناولوا تلك القصة أن ما حدث من سب واستفزاز من قبل ماتيرازي أيقظ روح الجزائري داخل زيدان، فقد عرف الجزائريون بانفعالهم السريع ودمهم الساخن في قضايا الشرف، واستطاع زيدان بردة فعله تلك أن يحرك مشاعر كل الجزائريين الذين تضامنوا معه، وتحول تلك النطحة من لقطة غير رياضية كما هو مفترض إلى مصدر فخر للملايين هناك. حديث زيدان عن نجوم الجزائر. زيدان لم يخفي في أكثر من مناسبة أنه كان محبا ومناصرا للمنتخب الجزائري منذ صغره، واعترف أنه كان يشاهد مباريات الخضر في مونديال المكسيك عام 1986 رفقة أبناء عمه بقريته بالجزائر، وكان يعرف أسماء معظم اللاعبين مثل جمال زيدان ورابح ماجر والأخضر بلومي. وقد صرح زيزو لصحيفة الشروق الجزائرية أثناء تواجده في زيارة للجزائر عام 2010 بالقول: أنا متتبع مجتهد للكرة الجزائرية منذ الصغر، أعرف الكثير من نجوم الثمانينيات، برومي لاعب ممتاز، ولا أذيع لكم سرا إن قلت لكم أنني كنت أرغب باللعب أمامه يوما ما. أعرف أيضا توسفاوت وفرحاوي وموسى صايب. وكانت هذه الكلمات المصحوبة بشعور الود والمحبة تجاه الجزائر سببا آخر في حب الجزائريين لزيزو. أعمال خيرية.
ارتباط زيدان بالجزائر تجلى أيضا في تبنيه لبعض الأعمال الخيرية سواء في قرية عائلته أو في بعض القرى والبلاد المجاورة، فهو دائما ما يقدم الدعم المادي من خلال تمويل مشاريع متعددة، حيث سبق وأن ساهم في بناء مسجد وعدة منازل للسكان وقناة للمياه الصالحة للشرب ومركز استقبال للأشخاص المسنين وملاعب كرة قدم، كما زود بعض المستشفيات بسيارات إسعاف وعتاد طبي، وأشرف على بناء دور للمعاقين والمحرومين. أضف إلى ذلك تخصيصه لحافلات مدرسية لنقل أطفال القرية بولاية بجاية التي تبعد عن العاصمة الجزائر بمسافة 130 كيلومتر، وهي المشاريع التي تسيرها جمعية زين الدين زيدان والتي يرأسها والده إسماعيل. تصريحه الشهير: أنا جزائري وفخور بجزائريتي، وكان لزاما علي قيادة والدي إلى القرية التي تربى فيها ولعبت فيها في صباي، فالجزائر ستبقى دوما في قلبي. كانت هذه كلمات نجم المنتخب الفرنسي السابق في تصريحه الشهير الذي أدلى به للفضائيات ووسائل الإعلام الجزائرية والفرنسية فور نزوله من الطائرة الرئاسية في ديسمبر عام 2006، عندما حظي باستقبال شعبي ورسمي حافل بالجزائر رفقة عدد من أفراد عائلته ومقربيه. ولم تكن تلك هي المرة الأخيرة التي خرج فيها زيزو بتصريحات من هذا القبيل، ففي وقت لاحق صرح مدرب ريال مدريد الحالي أيضا بالقول: جزائريتي ساعدتني كثيرا في تنويع ثقافتي وساهمت في نجاح مشواري الكروي، قلبي دائما هناك، من الصعب أن أرد جميل الجزائر. البكاء ورفع علم الجزائر سبب آخر ضمن لنجم يوفنتوس السابق مكانة فريدة في قلوب وعقول الجزائريين رغم تمثيله لمنتخب فرنسا، ففي عام 2010 تواجد زيدان في الجزائر على هامش المشاركة في مباراة ودية خيرية لكرة الصالات بين منتخب فرنسا الفائز بمونديال 1998 وقدامى منتخب الجزائر وتحديدا نجوم الثمانينات. حينها ازدحم الآلاف من كافة الأعمار لمشاهدة سحر زيدان، وتعالت الهتافات بكلمة زيزو زيزو، فلم يتمالك الأخير نفسه وذرف الدموع وهو يحمل العلم الجزائري ووشاحا بألوان محاربي الصحراء في مشهد مؤثر التقطته الكاميرات التلفزيونية أثناء البث المباشر للمباراة. دعمه لمنتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019. مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على أرض الفراعنة، لم يفوت زيدان الفرصة لإظهار دعمه ومساندته الكاملة للمنتخب الجزائري، حيث استغل زيزو حدث تواجده في إحدى الدورات الكروية بمدينة آكس أون بروفانس الفرنسية تزامنا مع انطلاق فعاليات الكان الأفريقي ليوجه رسالة تشجيعية لمحاربي الصحراء قال فيها: أتمنى أن أرى المنتخب الجزائري يلعب بشكل جيد في بطولة أفريقيا ويقدم الأداء الذي يرضي الشعب الجزائري ويجعله فخورا به. الجدير بالذكر أن مدرب الميرينغي هو متابع دائم لأخبار الشعب الجزائري وليس فقط على الصعيد الرياضي، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ وقت قريب فيديو لأحد أصدقاء زيدان الجزائريين يظهر فيه رفقة مدرب الملكي وهو يردد الشعار الشهير في المسيرات الشعبية في الجزائر: يتنحاوغا، ويعني سيرحلون جميعا، في إشارة إلى رموز النظام الحاكم في البلاد. وخاطب الشخص نفسه في الفيديو مدرب الريال قائلا: مرحبا بزيدان الخجول، زيدان أخونا بن منطقة القبائل، قبل أن يردد العبارة الشهيرة يتنحاوغا، مضيفا باللغة الفرنسية سيرحلون جميعا. وأثار هذا المشهد فضول زيدان الذي قابل ذلك بابتسامات وضحكات قبل أن يغادر المكان. يحلم بتدريب الجزائر. بعد مونديال 2010 طرح اسم زيدان لخلافة رابح سعدان في تدريب المنتخب الجزائري، الأمر الذي نال استحسان الجماهير هناك، وتجاوب الكثيرون منهم مع ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن زيزو لم يكن يحمل أي شهادات تدريبية ولم يكن قد فكر في خوض ذلك المجال بعد، بحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن نجم الديوك السابق كان قد تلقى حينها عرضا رسميا بالفعل، إلا أنه رفض مؤكدا أنه لن يدرب أي فريق في ذلك الوقت لأنه لا يملك أي مؤهلات للقيام بذلك. وصرح قائلا: تدريب المنتخب الجزائري شرف كبير وحلم أيضا، لكن قد يكون ذلك بعد 5 سنوات أو 10 بعد أن أكتسب الخبرة اللازمة التي تمكنني من أداء مهامي على أكمل وجه. حاليا يمكنني فقط إعطاء بعض النصائح للمنتخب. ما رأيكم أصدقائي؟ هل يمكن أن نرى زيدان مدربا لمحاربي الصحراء فعلا في السنوات القادمة؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة،
ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.